في ناس كانت خلاص هتقول الشهادة لولا إن ربنا سخر لهم حيوان ينقذهم في آخر لحظة. النهاردة هنشوف أغرب القصص لحيوانات أنقذت البشر ومواقف هتخليك تبص للحيوانات بطريقة مختلفة تماما. استعد يا بطل لأنك هتشوف فيديو عمرك ما شفته في حياتك. بس قبل ما نكمل تعال نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم عبده من قناة عين الحياة على يوتيوب. ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل ويلا بينا. الكلاب دي اعتبروا نفسهم حراس للطفل فبقوا حواليها ويحموها من أي شخص يقرب منها. الكلب ده رفض يسيب صاحبه وهو داخل العملية، فضل جنبه يحضنه ويطمن عليه وكأنه حاسس بكل اللي بيمر بيه. الراجل ده نط في المحيط يختبر كلب، لكن وفاء الكلاب ملهوش حدود، نزل وراه فورا ورجعه للقارب. الغيرة مش عند البشر بس، بص على الغوريلا دي، أول ما حست إن جوزها أعجب بالبنت راحت ضرباه ورجعته لمكانه فورا. القطة دي شبه صاحبك اللي فاهم في كل حاجة بس نادرا لما بتظبط معاه. أنا ما بغيبش كده أنت. إزالة الأذى عن الطريق صدقة، بس دي أول مرة أشوف خنزير بيعملها. حاول تعمل حاجة صح. الحصان ده شاف صاحبه بيغرق فنزل فورا وسحبه لبر الأمان. كانوا بيختبروا حب البقرة للشاب ولما حست بالخطر جريت عليه علشان تدافع عنه. أهو ده الحب ولا بلاش؟ الكلب ده مش بس وافي، ده كمان بيساعدها تلبس وبيطمنها بحب حقيقي. بصراحة صعب نوفي حبنا للكلاب دي. ما تشغلش الطفاية أنا هطفيها. الدولفين بيساعد في إخماد النار دي. انت واخد الجماعة بتوعي ورايح بيهم على فين؟ سيب يا جدع، سيب يا جدع انت. الكلاب بتلعب والكلب ده سابهم وقرب من صاحبه اللي نظره ضعيف كأنه بيقول له أنا معاك. واحد نايم في البرد في الشارع وكلبه جنبه، لما حد غطاه واهتم بيه الكلب حضنه من فرحته كأنه بيشكره على إنقاذ صاحبه. حصان شاف صاحبته وحصان تاني بيرخم عليها فجري عليه وزقه كأنه بيقول له بعد إذنك يا باشا ما تهزرش معاها تاني. أظن مفيش أحسن من الفيلة بالقوة دي علشان تطلع العربية دي من الطين. بجد مشهد يثبت قد إيه الفيل قوة غير طبيعية. طائر قاعد على بيضه والهوا بيزق ومتمسك بكل قوته في البيض بتاعه. شوف الفيل وهو بينقذ الغزالة من الغرق، موقف يثبت إن الرحمة مش عند البشر بس. الدب الصغير كان بيلعب على حافة الجرس لكن أول ما وقع أمه جريت عليه وأنقذته في ثواني. فعلا مفيش في الدنيا أقوى من حب الأم لصغارها. الأم دي مستعدة تعمل أي حاجة علشان تحمي صغارها حتى لو هتواجه أبوهم بنفسه. أول ما النعجة قربت من الكتاكيت الأم دخلت عليها من غير تفكير. واضح إنه قانون الأمهات في كل الكائنات. قرب من العيال وهتشوف اللي يحصل له. الكلب جاستن حضر مع صاحبته كل المحاضرات تقريبا ولما جه يوم التخرج أخد تكريم هو كمان. واضح إنه كان أشطر من بعض الطلبة. الراجل ده بيحاول يفك الوزة الصغيرة من السلك والأم بتخبطه بجناحها طول الوقت كأنها بتقول له اوعى تلمس بنت. هو أكيد جواه بيقول يا ست الكل إيه أنا بساعدها مش بخطفها. وأول ما الصغيرة رجعت لأمها الأم لمت العيال كلها حواليها وقالت محدش يغيب عن عيني تاني. العربية كانت غارزة ومش عارفة تتحرك لكن الحصان ده استخدم قوته كلها
وبدأ يشد العربية كأنه جرار متحرك. السمكة دي كانت بتحرس صغارها بكل شراسة، كل ما الراجل يحط صباعه في المية تجري عليه وتعضه فورا. واضح إن الاقتراب من الأطفال ممنوع نهائيا في المنطقة دي. الراجل ده كان واقف قدام الدب ومش عارف يعمل إيه، لكن اللي رجع الدب لورا وخوفه فعلا كان الكلب الصغير ده. واضح إن الشجاعة ملهاش علاقة بالحجم خالص. الأرنبة دي كانت قافلة على صغارها بالتراب علشان تحميهم، وأول ما رجعت بدأت تحفر عليهم كأنها بتقول يلا يا عيال ميعاد الأكل جه. الدب كان بيقرب بهدوء علشان يشم القطة اللي واقفة على السلم، لكن القطة أول ما حست بيه بصت له نظرة واحدة وبإيديها كأنها بتقول له خد جنبه وامشي. كلبين شافوا التعبان ده، والكلب ده مداش للتعبان أي فرصة إنه يعمل أي حاجة خالص. الراجل ده بيقطع فرع من الشجرة، والكلب ماسك الحبل وبيشد بكل حماس كأنه هو المقاول الأساسي في الشغل. مش عارف ليه إحساسي بيقول إن ده حرامي، والكلبين دول عاملين الواجب وزيادة. الست دي حست بدوخة وكانت هتقع، لكن كلبها سندها بهدوء وقعد يطمنها لحد ما قعدت على السرير. كلب ماشي والقطط الصغيرة ماشية وراه كأنه أمه، والظاهر إنهم عينوه غصب عنه أم بديلة ومش واخدين رأيه. وفي الآخر افتكر إن القوة مش دايما في الحجم، وأوقات البطل الحقيقي مش بيبقى إنسان، ممكن يكون حيوان عادي. دلوقتي قولي في التعليقات تحب تربي حيوان إيه، عشان لو وقعت في مشكلة يقدر يلحق. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا يحفظكم جميعا. أشوفكم من الفيديو اللي جاي. سلام.